والله لا سيريوزمون ما جات واحد النهار كنت باغي تهضر في مجموعه تاع الناس بصح حتى واحد ما قيمك، ودائما تصرالي ونكرها. لكن نقول لك على تصرا ماشي بيسكو انت تعيي ولا ما تعرفش تهضر، بكل بساطه ما كانش وقت مناسب باش تهضر فيه، او برك ما كانتش مجموعه مناسبه. راح نعطي لك منهجيه تعتمد عليها باش كي تهضر في مجموعه راح يقيموك. اذا شفت كانوا كامل يهضروا كالهوايج حتى واحد ما يسمع الاخر، غير ايفيتي تهضر معاهم كاع، حكم وحده تماك وهضر معاها ولا واحد هضر معاه، راه بشويه بشويه يولي يسمعوا لك كامل. اذا شفت بلي كاين نجم الساطع اللي يحكي وكامل يسمعوا له ما تقاطعش، صح نقولها لك ما تقاطعش، لان راح تدي قزوه عالميه منهم. اذا كنت في مجموعه تاع شوابين وكبار غير ايفيتي، ما راحش يسمعوا لك وراح يقاطعوك بالعاني، باسكو لا تعرف عقليتك وهول زعما هما يعرفوا انت صغير ما عندكش اكسبيريونس. اذا كانوا 3 صحابات ولا 3 صحاب وزوج منهم يهضروا مع بعضهم وانت غير تشوف، غير روح بدل بلاص والله ساعفني. ودروك راح نعطي لك كيفاش تكون النجم الساطع اللي يهضروا كاع الناس يسمعوا لك. لازم تحكي حكايتك، الناس يبغوا الحكايات. مثلا دائما نبداو بواحد هوك، بدا باغ اكزومبل تعرف واحد النهار واش صرالي ما تامنوش عقلكم وتبدا تحكي، ولازم تكون فكاهي، لازم تضحكهم باش الناس يبغوك. واذا هضرت واحد قاطعك قول له مازال نكمل والله كون قاصح معاه وحمر فيه، قول له مازال نكمل، وما عاد كي تزيد تكمل اختصر في الهضره تاعك بس راك طولت شويه. وحاجه اخرى مهمه بزاف لازم ديرها، هي دير جام ومتابعه، لان يساعدك تطور قدرتك العقليه باش تنجح بسهوله.